السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة قصص لاله فاطمة. القصة ديال اليوم قصة مشوقة تحت عنوان الحب رغم فارق السن. نبداو على بركة الله. أنا صفاء، في عمري 20 سنة، كنسكن في الدار البيضاء مع ماما وبابا وخويا الكبير. كنا كارين وصافي واحد الدويرة على قد الحال. بابا نجار كيديباني راسو، وماما كتخيط جليلبات والقفيطنات لنسى غير من الدار. اما واحد خويا غير مقابل راس الدرب، لا خدمه لا قرايه. انا كنت خارجه من التاسعة، قريت شويه وخرجت. ما كنتش معمره ليا راس القرايه صراحه. كنت كندير دبلوم الحلاقه وخرجت حتى هو ما كملتش. كانت جارتنا عندها محل وعلماتني الحلاقه وخدمتني معاها. انا تطورت في خدمتي حيت واخا هكاك كنت قويفزه وكنت كنبغي نتعلم. كنت كنمشي مره نخدم مكياج العروسات وداك الشي. كانت عندي صاحبتي زينه، كانت بحال اختي. انا وياها الروح بالروح. هي باقيه كتقرا الحلاقه. كنت كنوريها الخدمه ديالي وكتقول لي مالك مكلخه حاقره راسك في هذا الصالون. قلت ليها هذا الصالون هو اللي قابل عليا، وهي تقول لي اش بان ليك ديري خدمتك في الفيسبوك وتحطي الثمن وغايبداو يدخلوا عندك الناس. عجبتني الفكره الصراحه. مشيت للدار وبقيت كنفكر في هضره زينه. هذا مشروع زوين، كاع ما يحتاج محل. غنبقى نمشي عندهم حتى للدار ونخدم ليهم. واصلا ظهري تقسم في الصالون على 2 دريال من الصباح حتى الليل. طمعت الصراحه، ولكن انا ما عنديش حتى الماتيريال باش غادي نبدا. فينا هو المكياج اللي غندير للناس. خبرت ماما بالفكره ديال زينه وقالت لي نغامر معك في المشروع. غير صبري تجيني دارت الشهر الجاي وناخد ليك اش خاصك. ولكن ملي تبداي تدخلي شويه رجعي ليا بشويه بشويه. راني ما غناخدش الطلامط والزربيه غير على حسابك. قلت ليها ما تخافيش يا ماما، ان شاء الله غادي تصدق وغنفرش ليك الدار كلها، ماشي غير الصالون. صافي مشيت نخدم في الصالون عادي. والكليان اللي كان صايب ليها كنطلب منها تصاورها ونقول ليها واش ماشي مشكل نحطها في الصفحه ديالي. داكشي اللي كانوا اللي كيوافقوا وشي وحدين كيرفضوا. المهم كنت كنحترم الراي ديال كل وحده. قديت واحد التصاور وحطيتهم في الفيسبوك والجروبات مع الاثمنه، وداك الشيء منظم. والمكياج كيبان واعر، حيت الصراحه كانت عندي موهبه زوينه وكل شيء شهد لي بها. وحتى الثمن رمزي. كل شيء بدا كيدخل. انا تصدمت في الميساجات اللي وصلوني. قلت واقيلا كنحلم. بديت كندوي مع البنات والخدمه كثرات عليا. قلت نجيب زينه تعاونني وتبقى تمشي معايا، والحاجه اللي خدمناها نعطيها حتى هي النصيب ديالها. بدينا خدامين، قدينا لاباج في الانستغرام وانا وزينه. ولاو عندنا المواعيد كنقيدوهم في الدفتر. رديت لماما فلوسها في اقل من شهر الحمد لله، حيت البنات شجعوني وكنت كنخدم حتى العرايسات. صافي طلعت لينا الصفحه شويه ورجعوا كيجيو عندنا الناس اللي لاباس عليهم كيطلبوني نمشي عندهم. واحد النهار خدمنا لواحد البنت في عيد ميلادها، واحد الفيلا ساكنين فيها ما شاء الله، وهي تعرض علينا نبقاو في الحفله انا وزينه. بقينا معاها وشطحنا ونشطنا، صراحه عمرنا عشنا بحال ديك الاجواء. وجا الوالد ديالها قال لنا طلعتوا البنت غزاله، كاع ما عرفتها. ما شاء الله عليكم. قال لنا شكرا بزاف، الله يعطيكم الصحه. وهو يخلصنا. قلنا ليه راه خلصاتنا بنتك. قال لنا ماشي مشكل، على هاد الخدمه الزوينه تستاهلوا كتر. الصراحه انا وزينه موالفين كنتلاقاو مع الناس ظريفين، ولكن بحال هادو عمرنا شفنا. الله يعمر ليهم الدار. بحال هو بحال بنتو، ناس طيبين وزوينين، ناس الجود والكرم. مشينا في حالنا فرحانين. صافي دازت سيمانه على هاد الشي وهي تصيفط ليا نفس البنت. قالت لي عندنا عرس وبغيتك تقادي ليا. قلتها لزينه ومشينا تاني لعندها. قادينا ليها وعجبها الحال بزاف. وهي تقول لي خلي لي نمرتك الشخصيه ماشي ديال الخدمه، احتاجيتك في شي حاجه. كتبت ليها نمرتي وما عرفتش فاش بغاتني الصراحه. اتصلت بيا في الليل وقالت لي ما كرهتش نتلاقاو غدا، عندي موضوع مهم ما نقدرش نقوله في التليفون. قلت ليها واخا. ما عرفتش صراحه علاش دارت هاد التصرف. وتلاقينا الغد ليه في واحد القهوه. جات هي وباباها. قالت لي صفاء، الصراحه بغيت نقول لك
إنه ماما مشات لفرنسا دابا 10 سنين وما بقاتش كدوي معانا، لا أنا لا بابا. بقيت أنا مستغربة، قلت ليها علاش كتقولي لي هاد الشي، ياك ما رجعات وبغيتيني نقاد ليها المكياج؟ ضحكات هي وباباها وقالت لي ماشي هكاك، بغيت نقول لك بابا عجبتيه وما كرهتش انك تزوجي به وتكملي مع حياتك. انا تصدمت الصراحه، قلت كيفاش باباها؟ واش كتضحك معايا؟ هي كبر مني وكتقول لي تزوجي ببابا. قالت لي ما تحكميش على السن، بابا انسان واعي وكيف كتشوفيه باقي كيبان صغير وغيتهلا فيك. وهو ينطق باباها قال لي ما يخصك معايا حتى خير. انا الصراحه ما قلت والو ديك الساعه، قلت ليهم عطيوني شويه ديال الوقت نفكر فيه، حيت كنت رافضه تماما هاد الفكره. مستحيل نتزوج كبر مني، وانا اصلا كنستنى ولد خالتي جواد اللي موعدني بالزواج ومستحيل نغدر به. وعدني جواد انه غادي يتزوج بيا ملي غادي يقد الوراق ديالو، غير ما كنتش باغيه نحرجهم. قلت ليهم غادي نفكر. بقات كتصوني ليا البنت كل دقيقه باش نرد عليها في موضوع الزواج، ولكن انا كنت كنتهرب وكنقول لها صبري عليا مازال. باباها اللي سميتو رشيد كان كل مره كيجي من طريقي وكيقول لي السلام وانا ما كنتش كنتسوق ليه، كندير براسي ما فهمتش وكنمشي بالزربه. حتى لواحد النهار جا ولد خالتي، قلت الحمد لله جواد غادي يجي ويخطبني ونتفك من هاد اللصقه ونقول ليه انا مزوجه. بقيت كنعيط لجواد في التليفون وهو كاع ما كيجاوب، قلت يمكن الا مشغول. حتى عيطات ماما لخالتي قالت ليها شفتكم كاع ما جيتو ما عيطتو. قالت ليها غير سبقتيني كنت ناويه دابا نعيط ليك. المهم بغيت نقول لك اجي وانتي والدراري ومول الدار نهار السبت بالليل، رحنا غنزوجو جواد ان شاء الله. انا كنت لاصقه في ماما وكنتصنت خالتي اش كتقول. الليل كله انا كنموت بالبكا وماما كتواسي فيا، ما بغيت لا ناكل لا نشرب. حسيت بالشمته قاصحه، خصوصا انني كنت كنرفض شحال من عرض ديال الزواج على قبل جواد، ولكن هو ما بين الليله والنهار تزوج وكاع ما تسوق ليا. مشيت عند زينة الغد ليه وانا ما عندي خاطر غادي نحماق. بقات كتهدن فيا وقالت لي هانتي الجواب جاك من عند الله، ما تلفتيش. رشيد باينه كيبغيك وعينو فيك، خاصك تشوفي اللي باغيك ماشي اللي انت باغاه. ما عمرتش راسي بهاد الهضره ديال زينه، وبقيت كاع ما كنخدم ديك السيمانه حيت ما كانش عندي كاع الخاطر. وانا خارجه نتسخر خرج ليا رشيد وقف عليا وقال لي شفتك غبرتي هاد السيمانه، شطنتيني عليك. بقيت كنقول فراسي واشوف هذا اللي يالله عرفتو تشطن وجا سول فيا ملي غبرت. اما ولد خالتي اللي موعدني كاع ما تسوق ليا. صافي دازو الايام ورشيد باقي كيتبعني، خدا ليا كادو وعطاه لزينة باش تفرحني وبغى يبدل ليا الجو، حيت قالت له بلي انا باقي فيا الحال هاد السيمانه. الصراحه الاهتمام ديال رشيد عجبني بزاف والموقف ديالو كان زوين. ولد الناس واخا كبر مني مهتم بيا. قررت نفكر في الموضوع ديال الزواج وقلت لرشيد غادي نفكر، ولكن هاد المره كنت ناويه نفكر ديال بصح ماشي غير باش نتهرب. صافي قلتها لماما تشاورت معاها وقالت لي علاش لا، المهم هو شاريك والسن مجرد رقم. داكشي اللي كان قررت نتزوج برشيد وكان هذاك احسن قرار غادي ناخدو في حياتي. رشيد فرح بزاف وحتى بنته فرحات، قالت لي مرحبا بك عندنا. دار لي عرس كبير وعرضت على خالتي وعلى جواد اللي بقاو غير كيشوفوا بعويناتهم، ما عجبهمش الحال كان باين عليهم. خصوصا ان رشيد كان كيعاملني بحال شي اميره، ماشي غير قدامهم وانما حتى ملي كنكونوا غير بوحدنا. وخدم معاه خويا شيفور اللي كان غير شمور. ورجعات حياتي زوينه بزاف، وليت بخير وكنسافر لكل بلاصه وانا اللي عمري خرجت من كازا قبل. وكنت كنتلقى التقدير من عند رشيد، عمرو حسسني بالفرق ديال السن ولا عمرو حسسني بانه
كبير عليا بزاف وعنده فرق في العقليات، انما كانت عقليته بحال عقليتي، متفتحه وراجل رزين وثقيل. صافي شفت معاه الدنيا وما نسيتش صاحبتي زينه، وحتى بابا ارتاح من الخدمه الحمد لله. راجلي كان انسان طيب، كيف عرفتو النهار الاول عمرو تبدل عليا، وعرفت بلي الهضره ديال زينه وماما على حق. خاصنا دائما نختاروا اللي اختارنا ونساو اللي نسانا. النهايه، هذه هي كانت القصة ديال اليوم، نتمنى أنها تكون عجباتكم. شكرا حيت بقيتوا معايا حتى للتالي. كنتمنى أنكم تشجعوني باشتراك وبإعجاب باش تدعموني، ولا تخليو لي شي تعليق زوين بحالكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تهلاو ليا فراسكم. سلامة.